عشان هو البيض غالي مش هناكل كيكه، هناكل احلى كيكه. وهعمل لكم كيكه النهارده بدون حليب، بدون بيض، بدون زبده، بدون سمنه، حاجه فعلا من الاخر. يعني النهارده اللي عنده حساسيه من اللبن والبيض هتاكلي احلى كيكه. النهارده اخواتي اللي طلبوا مني وصفات صيامي حضرت الوصفه الصيامي السهله البسيطه، موفره للغايه، اقتصاديه للغايه. يعني اي حد هياكل كيكه النهارده. احنا النهارده عاملينها فاتحينها كده على البحري، وشايفين قد ايه طراوتها، وشايفين قد ايه هشه. النهارده فيديو خفيف وسريع ومفيد وسهل واقتصادي وكل حاجه حلوه فيه، وهتقومي تعملي حالا. يعني هتوفري وتدبري. ويلا بينا. بس قبل ما نبدا الفيديو نعمل ايه؟ نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب. لايك وشير وسبسكرايب للوصفه المميزه. اتمنى تحط لايك الفيديو، ولو ما اشتركتش اشترك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. واتمنى ان تشاركوا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائده للجميع ويتكلمنا كتير. ويلا بينا على الخلاط على طول. كوبايه من السكر، نص كوبايه من الزيت، رشه فانيليا، كوبايه ايه تاني، عصير برتقال. ما عندكيش عصير برتقال ممكن تجيبي فانيليا بنكهه البرتقال وتحطي كوبايه ميه. معانا معلقه صغيره من الخل. والكلام ده كله في الخلاط وهنضربه في الخلاط. طب انا ما عنديش خلاط اعمل ايه؟ هتضربي مضرب اليدوي عادي خالص والتقليب بايدك لحد ما السكر يدوب تماما. معانا كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم باكو بيكنج باودر اللي انتوا شايفينه ده. طيب الكوبايتين دول يا جماعه مساح، بس هتنخليهم 4 مرات. يعني انا نخلت الدقيق ده 4 مرات، ولو نخلتيه 5 يكون احسن. ليه؟ علشان ادخل الهواء فيه، علشان الكيكه بتاعتي هشه وخفيفه كده وبتضحك وتقول لك كده ايه، هفتح نفسك. انا بقول لك لو وصلت المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما شاركتيش هكون سعيده جدا باشتراكك، وهكون اسعد لو بعتي لي اي كومنت ان شاء الله يكون وجهه مبتسم، هيبقى من ايدك زي العسل وزي السكر. احنا مستمرين في الوصفات الاقتصاديه والبسيطه خالص. احنا هناكل كيكه يعني هناكل، مش مشكله. يعني البيض غالي هنعمل احلى كيكه. بعد كده ما ضربناها في الخلاط هحطها في طبق علشان نبدا ايه نلم الايه المكونات بتاعتنا كلها في الطبق. معانا كوبايتين ونص، عليهم باكو بيكنج باودر. وبعد كده هنزل بقى ايه تدريجي كده مش مره واحده. متفقين؟ في مكون هنضيفه هيودي الكيكه في حته تانية تماما، هيخلي الكيكه بتاعتك هشه وطريه للغايه. في الوقت ده انا شغاله الفرن، بس ما تشغليش الفرن اكتر من 5 دقايق بس. شايفين بتبقى سمكها تقيل في الاول كده. بس فين المكون اللي هنضيفه هيودي الكيكه في حته تانية؟ لسه هنضيفه دلوقتي حالا. طبعا يا جماعه انا دايما بقول لكم المقادير مش مجرد بنجيبها من صندوق الوصف. انا هكتبها لكم في صندوق الوصف، بس في تكات بقولها مش طبعا بتنكتب في صندوق الوصف. معانا نص كوبايه مغليه من على النار، وانزل بيها واقلب بسرعه. حد هيقول لي ما فيش بيض طبعا يستوي ولا فيش الكلام ده. هتقلبي بسرعه. اول ما تنزلي بنص كوبايه مغليه من على النار، يعني مش دافيه لا مغليه. سخنت الفرن قبلها ب5 دقايق على درجة حرارة 160. الكيكة دي يا جماعة بتاخد وقت شوية، هتاخد 45 دقيقة في الفرن. تحطيها في الرف اللي في الوسط في الشبكة، وهتاخد معاكي 45 دقيقة، من 45 ل50 دقيقة. متفقين؟ شايفين القوام بتاعها بيبقى عامل ازاي؟ في الوقت ده انا جايبة صينية مقاس 26 دهنها دهن الزيت عليها رشة دقيق. بجيب خله كده علشان اطلع الهواء منها وادخلها في الفرن. هتاخد معايا بالظبط 45 دقيقه. واول ما اطلعها اغطيها بفوطين كده واسيبها، ما اقطعهاش خالص الا ما تبرد تماما. ما تقطعهاش خالص وهي سخنه، خلي بالك، لان بتبقى طالعه ما شاء الله عليها، بتبقى طريه قوي، يعني طريه طراوه فوق الوصف كده. مش زي الكيكه التانية خالص. بصراحه كيكه هشه وجميله. لو انت حباها مش مسكره قوي ممكن تحطي كوبايه الا ربع من السكر. يعني ان عصير البرتقال برضو بيبقى فيه ايه سكر، نسبة سكر ممكن تقللي شوية. انا قللت شوية ما حطيتش الكوباية كاملة. متفقين؟ متفقين. شايفين انا بقطعها في الوقت ده كانت دافية كمان، يعني ما كانتش بردت تمام. فحاولي ان انت انا مستعجلة بقى عشان انزل الفيديو. حاولي ان انت ايه تسيبيها تبرد، غطيها وسيبيها تبرد تماما. بصراحة كيكة هشة وطرية وريحتها فعلا جميلة جدا. ريحة البرتقال قلب البيت فعلا. يعني عملنا كيكة بأقل التكاليف ووفرنا ودبرنا وايه بسطت عيالك كده. وحتى لو ما عندكيش بيض، الدنيا غالية يا جماعة ولازم نفكر ونشوف هنعمل ايه ونعمله. شايفين ما شاء الله عليها بعد ما قطعتها؟ شايفين عاملة ازاي؟ بصراحة هشة وطرية طراوة طرية جامد يعني. مش مجرد انا بقول كلام، وممكن تجربيها وترجعي تاني تقولي لي رأيك فيها. بصراحة تعجبك جدا. شايفين الجمال؟ شايفين قد ايه هشة؟ طبعا هي لونها اصفر كده يا جماعة علشان البرتقال طبعا. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم، واسيبكم في رعاية الله وامانه، والى اللقاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.